أنت تشير إلى موضوع مهم. إذا تسمح لي أعلق تفضل تعليق تفضل. صغير. فعلا أنت أشرت إلى موضوع مهم جدا. لقد بث الراحل المقالح جزء كبير من أفكاره في مقالاته حول غيره، وفي مقدماته أو تقاريضه لكتب الآخرين. وهنا في هذا الخضم دعني أذكر شيئا مهما، وهو كان لديه جانب غيري كبير، يعني يذكره طبعا الذين يعرفونه على المستوى الشخصي بدون تحفظ. يعني كان يستطيع بسهولة أن يقول لأي شاعر مجهول أو شاب أو شاعرة غير معروفة أنك ممتازة أو عظيمة أو جيدة. لم يكن يخجل من هذا. هنا اسمح لي أن أذكر حاجة مهمة. هو كان المفروض اليوم يكون معنا صديق شاعر من العراق، هو صديقي ودرسنا مع بعض من جيلي، وكنا في جامعة واحدة. هو شاعر مهم ومعروف، اسمه شاعر نام سلطان. ولكن بسبب تأخرنا في البث اعتذر بسبب فرق التوقيت مع العراق. فحصلت بيني وبين نابق سلطان والدكتور عبد العزيز المخالف حادثة جميلة ذكرها الأخ صديق شاعر نامق في يوم وفاة المقالح. لا بأس نيابة عنه أن أذكرها لأني طرف فيها. في عام 2006 وكنت أشتغل في القدس العربي كصحفي، وكنت في لندن طبعا. فوصلتني قصيدة من صديقي نام، قال هذه كتبتها عنك وكذا، جد لها مكانا وعنوانا. فكانت تتحدث عني وكيف أني يعني عايش في البرد وفي الأوضاع هذه في الحياة الأوروبية الباردة، بس أسميتها البلاد الباردة ونشأتها في القدس العربي. ففي مجرد صدور العدد راحل عبد العزيز المقالح يبدو أنه قرأ، وهو كان من كتاب القدس، وطبعا من متابعي الجريدة. فيبدو أعجبته القصيدة، فنشر مقالا وثقه نامق، أتصور في جريدة أو في مجلة اسمها سبتمبر أو شيء من القبيل في اليمن. فنشر مقالا 26 سبتمبر. وضمن القصيدة. نعم ضمن القصيدة وتحدث بشكل، والمقال نشره نامق مشكورا قبل أيام. نعم، 26 سبتمبر هي كانت تصدر عن الجيش هي المجلة، ولكن كان هنالك صفحة ضخمة جدا. نعم. فكان مقالح هو من ينتقي نعم. سواء الشعراء أو كذا يعني. فكانت مقالة بوقتها أيضا طبعا وصلتنا عرفناها. فكانت مقالة جميلة. أولا أنه يتحدث عن شاعر بالنسبة إليه للمقالح أنه لا يعرف الشاعر نامق سلطان، وتعرف قبل سنوات طويلة. وأيضا كتب بشغف عن العراق طبعا، وعن يعني ما حصل في العراق وما حصل للأجيال المثقفين العراقيين. وأيضا اقتبس القصيدة كلها وهي لم تكن طويلة، وقد تحدث بشغف عن هذا، مما يجعل صديقنا نامق حدثا معتزا بهذه البادرة من الشاعر الكبير الراحل. وأنا أيضا أعتبر نفسي جزء من هذه الحكاية. ففي وقتها استخلصنا أن يعني جزء من عظمة وكبر شاعر مهم
هو أن يكون إنسانا أيضا كبيرا ويكون واسع القلب والروح، بوسع وشساعة الكلمة والشعر والإبداع الذي يجمعنا في أصقاع العالم ككل يعني. طب